الرئيس الجزائري شفت له فيديو من شهر بيتكلم بيقول احنا ومصر لا نتدخل في السودان والفتنة أشد من القتل وهذا ليس من الشريعة. الشريعة تقول أن إن بغت فئة، لو طلعت فئة تمام بغت بغير حق، لك أن تردها في البداية. تم الاقتتال، خلاص في قوتين متوازيتين في الأمر وفي قتال، تستدعي الفئتين، واللي تبغى واللي لا تريد الصلح يجب مقاتلتها، انك انت تقاتل الفئة دي. السودان له جيش نظامي، الفئة دي بغت على الجيش، احنا المفروض كمؤمنين في البداية نرد الفئة دي. تمام، ما خلاص ما ردناش الفئة دي، استمر القتال، وبقت دي قوة لها ثقل، ودي قوة، والجيش طبعا معروف الجيش النظامي اللي تبع اللي في البلد. فانت هتأتي بالاتنين وتعرض الصلح، واللي تبغى الصلح واللي ترفض الصلح فيهم تقودها. ده اللي هو الشريعة. اما احنا في حالنا ومصر في حالنا والسيد الرئيس واقف جنبك، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يديه الصح. لا، الكلام ده مش من الشريعة، الكلام ده مش من الشريعة. السودان دي دولة مؤمنة، احنا اخطأنا منذ البداية، وان احنا تركنا الفتنة فيها، وان تطلع فئة وتحارب الجيش النظامي. ده خطأ الدول العربية والمؤمنة كلها، مش خطأ مصر ولا خطأ دولة بعينها، لا، خطأ الشرق الاوسط كله، كل الدول المؤمنة. تمام، الامر توغل خلاص، انت وجب انك انت تنصر الفئة النظامية فيهم، الفئة اللي هي فيها الجيش اللي بيحمي البلد، تمام، هي اللي تنصر. اما الفئة التانية دول متمردين، ليس لهم في السياسة ولا في إدارة البلاد ولا في الشؤون العسكرية ولا الاستراتيجية ولا العمل العسكري النظامي ولا أي شيء من ده. اما ايه قصة الفتنة؟ واحنا ايه فتنة؟ هو انت على مصطبة؟ انت قائد دولة، ودي دولة مؤمنة. الشرق الاوسط بدأ يحصل فيه نفس اللي حصل في ايام فرعون، اللي هو التفرقة. فرق الناس شيع. حاليا احنا بنعيش الوضع ده، بس بفضل الله حتى ان مت انا تمام هيجي غيري عنده مبدأ وعنده شريعة يحملها على ايده وفهمها.